في الجزائر، وعقب انتهاء أول جولة من الانتخابات التشريعية في عام 91 فاز الإسلاميون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. والقوة الاستعمارية القديمة لا ترغب بوجود جمهورية إسلامية على أعتابها، منحت دعمها الضمني للجنرالات الجزائريين. بين الجولة الأولى والثانية شاركت بشكل متواضع في اتصالات بين الجنرالات وفرنسا. ذهبت إلى قصر الإليزيه مرتين أو ثلاثا. منحهم ميتيران موافقته بشكل ضمني، ولكنه واضح تماما، ليس بشكل رسمي، ولكنه كان واضحا. منح موافقته على عدم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات. ألغى الجنرالات الجزائريون الجولة الثانية من الانتخابات ونفذوا انقلابا عسكريا في يناير عام 1992. لم تحاول فرنسا منعهم. أصبحت هدفا لهجمات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA. حصلت هجمات مناهضة للفرنسيين في الجزائر عام 94. في ديسمبر اختطفت الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة إيرباص وأخذتها إلى مرسيليا، ثم توالت الهجمات في باريس. لم يصل الوضع لهذه الخطورة منذ الموجة الإرهابية في الثمانينيات.